بسم الله. حبايبي طلاب سنة رابعة الغاليين عليا، النهاردة هنحل مع بعض التقييمات المدرسية. هنبدأ من الدرس الرابع، الأسبوع الرابع، مصادر جمع المعلومات. الدرس ده احنا أخدنا فيه إن مصادر جمع المعلومات دي عبارة عن مصادر أولية ومصادر ثانوية. أخدنا كمان الفرق بين الحقائق وبين الآراء وبين الشائعات. طيب نبدأ بسم الله نحل السؤال الأول. بيقول لنا ايه؟ أكمل أحد مصادر المعلومات والتي تتمثل في كل ما تركها المصريين القدماء من مباني وتماثيل. فكل حاجة سابها لنا المصريين القدماء، سواء كان مباني أو تماثيل أو مثلا أو معابد أو أدوات، فدي اسمها الآثار، ودي مصادر أولية. بيقول لنا تعبر الصورة المقابلة عن أحد مصادر المعلومات، وهي طبعا المصادر تعبر عن الصورة المقابلة عن أحد المصادر الأولية، فدي عبارة عن لوحة. اللوحة دي جواها نقوش، فهي نقوش أثرية وتعتبر مصادر أولية. السؤال التاني، فكر وأكمل المصادر التي كتبت أثناء وقوع الحدث، فدي طبعا مصادر أولية. الصورة المقابلة تعبر عن أحد مصادر المعلومات، فدي عبارة عن مقالات، وهي تعبر عن مصادر أولية. السؤال التاني بيقول لنا اكتب الفرق بين المصادر الأولية والمصادر الثانوية. طيب المصادر الأولية احنا قلنا ان هي مصادر سجلت في نفس زمن وقوع الحدث، يبقى هي مصادر سجلت في نفس زمن وقوع الحدث، وكمان بتتميز بالدقة وأحيانا يصعب الحصول عليها. أما المصادر الثانوية فهي مصادر سجلت بعد فترة من وقوع الحدث، مصادر سجلت بعد فترة طويلة من وقوع الحدث. ودي طبعا تعتمد على المصادر الأولية، وهي يسهل الحصول عليها. طيب يقول لنا صنف مصادر المعلومات لمصادر أولية وثانوية. عندنا الآثار، فدي مصدر أولي طبعا. المقالات مصدر ثانوي. البرديات أولي. كتب موسوعات ثانوي. كتابات المؤرخين أولي. نقوش أثرية أولية. أفلام تاريخية ثانوية. احنا عندنا الأولي الآثار والبرديات، كتابات المؤرخين، وكمان عندنا النقوش الأثرية. دي بالنسبة للمصادر الأولية. المصادر الثانوية فهي المقالات والكتب والموسوعات، الأفلام التاريخية طبعا. دي المصادر الثانوية. بيقول لنا صنف، يعني يعتبر صنف الحقائق والآراء والشائعات. مدينة شرم الشيخ من أجمل مدن العالم، فدي بالنسبة لي رأيي، لأن ممكن حد تاني يقول إن هي مدينة مثلا أي مدينة تانية في وجهة نظره إن هي أحسن، فدي رأي. تضم مدينة الأقصر تلت آثار العالم، فدي طبعا حقيقة، يبقى دي حقيقة إن فعلا الأقصر بتضم تلت آثار العالم موجودة في مصر. حدث انفجار شمسي وأثر على مناخ مصر، فدي شائعة لأن ما حصلش كده في مصر نهائي، يبقى دي شائعة.
يبلغ عدد سكان مصر نحو 97 مليون نسمة وفق تعداد 2017. دي طبعا حقيقة، لأن فعلا كان عدد سكان مصر في الفترة دي في 2017 كان كده، يبقى دي حقيقة. ساحل البحر المتوسط أجمل شواطئ العالم، فديت رأي، لأن ممكن حد تاني يقول إن ساحل البحر الأحمر هو الأفضل بالنسبة له، فده رأي. تطبيقات الذكاء الاصطناعي بتحل مشكلات بشكل أفضل من الإنسان، فدي برضو رأي، لأن ممكن حد تاني شايف إن الإنسان عنده ذكاء أفضل من الذكاء الاصطناعي، فدي رأي. تم افتتاح قناة السويس 1869، دي طبعا حقيقة. القراءة تساعد في تنمية تفكير الشخص، فدي طبعا أكيد حقيقة. استخدام العدسات اللاصقة بيضعف النظر، ودي طبعا غلط، إن هي استخدامها بيقوي النظر، فدي تعتبر شائعة. نيجي للسؤال الأداء المنزلي، بيقول لنا اشرح الفرق بين الآراء والحقائق والشائعات مع إعطاء مثال لكل منه. فأنا عندي الآراء، فالآراء ديت هي عبارة عن وجهة نظر، ممكن وجهة النظر دي تكون صحيحة أو غير صحيحة. يعني مثلا زي مثلا زي شرم الشيخ أفضل من الغردقة، في حد تاني شايف إن العكس، فدي عبارة يعني وجهة نظر، كل واحد بيقول وجهة نظر بتاعته. بس هي ممكن تكون صحيحة أو ممكن تكون غير صحيحة، وجهات نظر قد تكون صحيحة أو غير صحيحة. مثل شرم الشيخ أفضل من الغردقة. طيب بالنسبة للحقائق، فالحقائق هي الحقائق هي معلومات تم التأكد إن هي صح، وكمان ممكن نثبت بالدليل إن المعلومات دي صح. زي مثلا الشمس تشرق من الشرق، ودي معلومة صح 100%. ممكن إن احنا نثبت بدليل قاطع إن الشمس فعلا بتشرق من الشمس من الشرق، فدي تعتبر حقيقة. يبقى هي معلومات صحيحة تم التأكد منها، مثل الشمس تشرق من الشرق. عندنا شائعات، فدي أحاديث غير صحيحة الناس بتنقلها لبعض دون معرفة مصادر المعلومات دي، فهي تعتبر شائعة لأن هي مش موثوق منها أو من صحتها. زي مثلا هنا كده سؤال بيقول لنا حدث انفجار شمسي وأثر على مناخ مصر، فده فعلا ما حصلش كده في مصر قبل كده، فده يعتبر شائعة. يبقى هي حاجة غلط، الناس بدأت تنقلها لبعض وما مش متأكدين من صحة المعلومة دي، يبقى هي معلومات أو أحاديث غير صحيحة يتنقلها الناس دون معرفة مصدرها. نكمل السؤال اللي بعده. بيقول لنا أكمل العبارات الآتية من المصادر الأولية. احنا عندنا من المصادر الأولية زي مثلا النقوش، زي الآثار، زي كتابات المؤرخين. النقوش والآثار وكتابات المؤرخين دي طبعا كلها مصادر، والبرديات طبعا دي كلها مصادر أولية. بيقول لنا بما تفسر تعد الأفلام التاريخية مصادر ثانوية لأنها سجلت بعد فترة طويلة من وقوع الحدث، لأن احنا إن هما بتتكتب بعد فترة طويلة جدا من وقوع الحدث. السؤال الثالث بيقول لنا وضح إذا كانت العبارة دي
رأي أم حقيقة؟ مدينة القاهرة أجمل عاصمة في العالم، فدي طبعا رأي. أجمل وأحسن وأفضل دي بتعبر عن الآراء. كل واحد بيقول رأيه، ممكن تكون صح أو ممكن تكون غلط حسب وجهة نظر كل شخص. 4 قارن بين الحقائق والآراء. احنا لسه مجاوبينها هنا كده، وقلنا إن الحقيقة معلومات صحيحة تم التأكد منها، مثل الشمس تشرق من الشرق. أما الآراء وجهات نظر ممكن تكون صح أو خطأ أو غير صحيحة، زي شرم الشيخ أفضل من الغردقة. نموذج ب، أكمل العبارة التالية. لا احنا حللناها. لا. من المصادر الثانوية، احنا عندنا مصادر أولية: برديات، كتابات مؤرخين، آثار أو نقوش. من المصادر الثانوية كتب، موسوعات، مقالات، أو ممكن تكون أفلام تاريخية. دي كلها مصادر ثانوية. بما تفسر، تعتبر الكتب والموسوعات مصادر ثانوية لأنها سجلت بعد فترة طويلة من وقوع الحدث. السؤال الثالث برضو العبارة دي رأي أم حقيقة؟ بيقول لنا تبلغ مساحة مصر 1,000,000 كيلومتر مربع، فدي طبعا حقيقة. السؤال الرابع، قارن بين الشائعات والآراء. واحنا لسه مجاوبينها إن الشائعات هي معلومات أو أحاديث غير صحيحة بيتنقلها الناس دون معرفة مصدرها. أما الآراء فهي وجهات نظر ممكن تكون صحيحة أو غير صحيحة. السؤال نموذج ج، أكمل العبارات الآتيتين: نقل الأخبار والمعلومات دون التحقق من صدقها، فده يعتبر طبعا شائع. المعلومات الصحيحة التي تم التأكد منها فهي الحقيقة. بما تفسر، تعد البرديات من المصادر الأولية لأنها طبعا كتبت في نفس زمن وقوع الحدث. 3، وضح إذا كانت العبارة التالية رأي أم حقيقة. الخرائط الرقمية أكثر دقة من الخرائط اليدوية، فدي طبعا بتعبر عن الرأي، لأن ممكن حد يفضل إن هو يشتغل بالخرائط الرقمية، وممكن حد يفضل إن هو يشتغل بالخرائط اليدوية، فدي برضو تعتبر وجهة نظر كل شخص، فدي تعتبر رأي، تعبر عن الرأي. قارن بين المصادر الأولية والمصادر الثانوية. المصادر الأولية هي مصادر سجلت في نفس زمن وقوع الحدث، تتميز بالدقة وأحيانا يصعب الحصول عليها. أما المصادر الثانوية هي مصادر سجلت بعد فترة طويلة من وقوع الحدث، هي بتعتمد على المصادر الأولية، وكمان يسهل الحصول عليها عن المصادر الأولية. كده احنا انتهينا من حل التقييم للأسبوع الرابع. بإذن الله هنحل مع بعض كل التقييمات. بالتوفيق إن شاء الله.